ازيكم يا شباب؟ معاكم سميدة في حلقة جديدة من على المكنة. حلقة النهاردة عن واحد من موتوسيكلات حديثة العهد السوق المصري، ألا وهي براند إيتال موتو. الموديل اسمه تيكواترو 250. يلا بينا نشوف الموتوسيكل ده بيقول ايه. في البدايه زي ما عودناكم هنتكلم على السبيكس بتاعت البايك 250 سي سي، 2 سلندر مش سلندر واحد. السعه اللتريه للتانك 13 لتر. طريقه نقل الحركه جنزير. عدد النقلات 5 نقلات. الاضواء كلها في الموتوسيكل هي اضواء عاديه مش ليد، عشان تواكب الديزاين لانجوج بتاعت الموتوسيكل اللي هي كلاسيكيه، اللي هي الكافي ريسر. الجنط الامامي 17، الجنط الخلفي 15، والاتنين سلك. والموتوسيكل ده فيه ABS ورا وقدام. التوب سبيد بتاعت الموتوسيكل ده اللي انا شخصيا جربتها وانا نايم بقى على التانك وانا موطي وفي منزل، الموتوسيكل جاب معايا 146 147. العادي من غير مقاوحات هيجيب معاك من 139 ل 141، بس ده التوب سبيد. احنا شايفين الموتوسيكل ده تبريد هواء، يعني لا فيه راديتير ولا فيه سربنتين زيت. واخيرا الموتوسيكل ده 18 واحد من 10 حصان. في البدايه زي ما عودناكم هنتكلم عن العيوب بتاعه البايك. اول حاجه سنجل. لو انت سنجل هات الموتوسيكل ده، او لو انت بتخرج والمدام ما بتركبش موتوسيكلات فاخرج وهي مطمنه بالموتوسيكل ده. زي ما احنا شايفين كده الديزاين لانجوج ان هو باسنجر سيت، مفيش، هو كرسي واحد بس للرايدر وسلام عليكم. الكرسي ده حته واحده، ممكن تعدله بقى وتشيل الجزء ده او حد يقعد عليه، بس غالبا هو مش مصمم لده فمش هيبقى مستريح، فهو سنجل رايدر وسلام عليكم على كده. تاني عيب معانا الجزء ده بتاع الشكمان، على الرغم ان هو عليه حليه، بس جربت كذا مره الى حد ما بتلسعني، فلازم وانا راكب ابقى واخد بالي ان رجلي تبقى بره شويه مش لازقه في جسم البايك. ممكن الموضوع ده يتحل بقى ان انت تجيب عازل او بس العازل هيبوظ الديزاين لانجوج بتاعت الموتوسيكل وشكله، بس الجزء ده وانت حاطط رجلك الى حد ما هتتلسوع. هي مش لسوعه عاليه لان في اوريدي حليه فوق ماسوره الشكمان، بس هتتلسوع. ضمن العيوب اللي قد تندرج تحت بند العيوب وقد تندرج تحت بند المميزات، للاسف هنضطر نستنى للصيف عشان نعرف ان الموتوسيكل ده ما فيهوش راديتير ولا سربنتين زيت. انا جربته وقرصت عليه، مش هكدب عليكم، بس احنا في الشتاء فهو ما سخنش مني. انا مش عارف الموتوسيكل ده هيعمل ايه في الصيف، بس اعتقد الريش دي بتعمل دور كبير جدا في التبريد وده وظيفتها اصلا. بس انا مش عارف الجو في مصر لما درجه الحراره توصل 35 و37 و40 درجه الحراره هتبقى عامله ايه في الموتوسيكل ده في الزحمه. بس في اعتقادي الشخصي ان الموتوسيكل ده هيسخن شويه في الزحمه الشديده مع درجه الحراره الشديده جدا. انا مش عارف ايه حكايه الموتوسيكلات وزرار الانتظار، هم ليه بيتجاهلوه؟ يا جماعه حطوا لنا زرار انتظار. كل ما اركب موتوسيكل ما الاقيش فيه زرار انتظار، حطوا لنا زرار انتظار. برضو من ضمن العيوب ان الموتوسيكل ما فيهوش زرار انتظار. العيب اللي بعد كده دواسه الفرامل. دواسه الفرامل المفروض انها تبقى اوطى من المكان اللي انت بتحط عليه رجلك، لكن زي ما احنا شايفين كده هي في نفس المستوى، فهي مضايقاني. انا حاولت، هي فيها رجلاش حاولت اوطيها على الاخر، بس برضو رجلي في نفس المستوى، فمش عمليه. محتاجه يا الدواسه توطى او اوطى شويه، يا اما السناده دي تترفع. اعتقد ان هي ممكن يبقى ليها حل، بس حل بلدي، لكن الديزاين اللي نازل من المصنع بالنسبه لي مش مريح قوي، بس هي برضو مش قصه كبيره ممكن تتحل. واخيرا العداد بيجمع ما بين الانالوج والديجيتال وديزاين شيك، بس هو في مشكله ان هو نايم لقدام شويه، فانا سايق قاعد على الموتوسيكل مش شايفه، لازم اوطي له كده شويه. برضو مش عيب خطير، بس يعني لو كانت رفع بزاويه 20 30 لفوق كان هيبقى تحفه. يعني في حاجات كده تاتشات هي مش بتضايق او مش بتعمل مشكله، بس ليه؟ يعني هي 30 درجه فوق ولا 20 درجه كده ناحيه وشك كان العداد ده هيبقى تحفه. نيجي بقى لفقره المميزات. رقم واحد الابهار بالنسبه لي في الموتوسيكل ده ABS سيستم اللي فيه. الفرامل اللي ورا واللي قدام مش CBS، مش كومبايند، مش متوصله، بس هي ABS. من احسن الفرامل اللي ركبتها مؤخرا في السي سي ده كABS، فظيع. الموتوسيكل ده انا اضمن لك ان انت لو ما بتعرفش تسوق الموتوسيكل ده مش هيوقعك. الABS بتاعه تحفه، هتنبهر بيه، احسن بكتير من اي فئه فيها ABS نزلت السنه دي مصر.
الموتوسيكل ده الاي بي اس بتاعه ريكومندد جدا، من احلى الاي بي اس اللي شفتها في حياتي. الموتوسيكل وزنه مش تقيل، 145 147، وعلى الرغم من ده الموتوسيكل ثابت جدا. يعني مطبات نقر هواء، مطبات الهواء اللي على الدائري، الحاجات دي الموتوسيكل عامل زي حته الحديده. على الرغم مثلا ان في موتوسيكلات بنفس الوزن ده بنفس قرب الحجم ده بس ما بتديش الثبات ده، يمكن عشان المساحه ما بين الفرده الاماميه والفرده الخلفيه واسعه، بس الموتوسيكل فعلا ثابت. سواء مطبات نقر هواء، الموتوسيكل ثابت جدا جدا جدا. حتى على التوب سبيد بتاعته ما لاحظتش اي نوع من انواع الوابلنج. من مميزاته السسبنشن سيستم اللي هنوريها لكم برضو. المساعد الخلفي والمساعد الامامي، المساعد الخلفي ادجستبل بالمناسبه، من المساعدين المخدومه جدا في الموتوسيكل ده. المساعدين حلوه جدا ومريحه جدا. الديزاين بتاع المساعد الخلفي ان هو مريح على اخر المقص، مخلي الموتوسيكل الى حد ما عامل زي الارنب، فما بتحسش بالنقر ولا المطبات، ومدي ثبات. من ضمن المميزات اللي انا شخصيا ما بحبذهاش، يعني انا ما بحبش صوت الموتوسيكل العالي، بس صوت الموتوسيكل ده اللي هنسمعه لكم. صوت الشكمان فيه لطيف جدا الى حد ما، مش زي الشكمانات الستوك الهاديه، هو تحس ان هو شويه كاستم كده، فصوته لذيذ للناس اللي غاويين ازعاج وعن صوته هتنبسطوا بيه جدا. واخيرا التورك، هو 250 سي سي صحيح، بس 2 سلندر، فمديك تورك حلو جدا في الاول والتاني. من بعد كده الموتوسيكل بيبتدي يهدى شويه. التسارع طبعا عشان هو 2 سلندر و250 سي سي، التسارع مش اللي انت هتحلم بيه، ده كافي ريسر و250 سي سي، بس هو بيديك تورك قوي جدا في النقله الاولانيه والثانيه. ايه الكونكلوجن بقى بتاع الموتوسيكل ده؟ الموتوسيكل ده انا خدته من شركه ايكو تريد كتجربه 4 ايام. الفيديو ده مش سبونسرد، الراجل كتر خيره بيديني الموتوسيكل وبيقول لي يا سميده الموتوسيكل معاك جربه وقول رايك، انا مش هتدخل في الفيديو. فانا هقول الكونكلوجن اللي انا شفته واختبرت 4 ايام بالموتوسيكل ده، جربت فيه كل حاجه. اول حاجه انا منبهر بالموتوسيكل فعلا، بس معترض على التسعير، وهنقول التسعير معلش انا عارف ان انا مخليكم مستنيين لغايه اخر الفيديو. اول حاجه انا منبهر بالموتوسيكل اي بي اس، السسبنشن سيستم بتاعه تحفه، الموتوسيكل فعلا ثابت، مطبات نقر هواء في التوب سبيد، مفيش وابلنج، الموتوسيكل فعلا ثابت مع الاي بي اس. انا مبسوط جدا. احساس التورك في الاول والثاني حلو جدا، الموتوسيكل بيبتدي يهدى في الثالث والرابع والخامس، يعني نقدر نقول بيقلب بطه بلدي. زي ما قلنا التوب سبيد بتاعته لو يعني موطي على التانك وبص حاضن الموتوسيكل 146 147، ها يعني رفع وشك ومش في منزل هيجيب 141. فهو مش بتاع توب سبيد، هو بتاع تورك في الاول وفي الثاني. طيب ايه تاني؟ الموتوسيكل ده مش بتاع غرز ضيقه في الزحمه، المساحه ما بين العجله الخلفيه والعجله الاماميه طويله، ويمكن هو ده اللي مديله ثبات وان هو مكلبش في الارض في مطبات الهواء. بس تيجي بقى في الغرز الضيقه بتاعه الزحمه، الموتوسيكل مش اصيع حاجه. عشان تاخد بيه غرز ضيقه لازم ترمي وزنك قدام على التانك، ما تبقاش قاعد مستريح، تبقى راكب على التانك حرفيا. انما في المسافات الطويله قاعد براحتك، بتاخد غرزه واسعه، بتاخد مطب، بتاخد نقره، الموتوسيكل مكلبش في الارض. مع الاي بي اس اللي محترم جدا، اللي عاجبني جدا. طيب الميكس ده كله كان هيبقى حلو لو سعره اقل من الرقم اللي معروض بيه. الموتوسيكل ده سعره في السوق المصري تاريخ 1 يناير 2024، كل سنه وانتم طيبين، 250,000 للنسخه الاي بي اس، وبتقل 30,000 للنسخه اللي ما فيهاش اي بي اس. طبعا انا هشتري اللي فيها اي بي اس، لان ده من عوامل الابهار في الموتوسيكل ده. انا بالنسبه لي التسعير ده غالي، ممكن بالنسبه لاي حد ما يبقاش غالي، بس انا كاحمد سميده التسعير ده بالنسبه لي غالي جدا على الموتوسيكل ده. يعني الموتوسيكل ده لو قل شويه بقى ب 160 170 انا شخصيا كنت هشتريه، انما السعر ده بالنسبه لي بصراحه غالي، فده انا هحطه من بند العيوب في الموتوسيكل ده. انما غير كده انا مبسوط بالموتوسيكل ده. في النهايه انا مبسوط ان في وكيل او صاحب معرض يقول لك خد الموتوسيكل جربه وقول اللي انت عايزه وانا مش هتدخل في الفيديو، قول بما يرضي الله العيوب والمميزات، وجرب الموتوسيكل يوم واثنين وثلاثه. هيديك ميزه ان انت تعرف فعلا الموتوسيكل وتفليه وتعرف عيوبه ومميزاته وتقول بما يرضي الله. يا ريت كل التجار ويا ريت كل الوكلاء يعملوا زي ايكو تريد. انا قلت في اول الفيديو ده مش سبونسرد، بس انا يعني برشح الراجل ده، لان هو الراجل ده بيعمل حاجه ما حدش بيعملها في مصر. بيقول لك يا جماعه خد الموتوسيكل وجربه وقول اللي انت عايزه، ورزقي ورزقك على الله. فدي حاجه محترمه، يا ريت كل الوكلاء وكل المعارض تعمل ده، مش تجيب واحد يقف في المعرض يقول لك مش عارف ايه وايه 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 وتقول على مزاجه يا اما بلاش.
يا رب ما نكونش طولنا عليكم، ونشوفكم الحلقه الجايه على المكنه.